السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة بنزل لكم فيديو غريب شوية. دي في مهرجان الإسماعيلية للمانجو. كله في حديقة كبيرة كده، منظر جميل جدا، والناس البياعين بيبيعوا المانجا، والناس كتير بتشتري، واللي بياخد بياكل. اللي لاحظته حاجة صعبة جدا وعيب. لقيت الناس بتاكل قشر المانجا وترمي القشر في الأرض. الأرض كلها مليانة قشر يا جماعة. بصوا بصوا بصوا، طول ما أنا ماشي أنا صورت لكم الأرض ومليانة قشر مانجا. عملية غريبة، مع إن في صناديق قمامة. الناس النظيفة شوية هقول لكم بتعمل إيه، اللي يعني محترمة نص محترم. بيلم المانجا، القشرة المانجا، يحطها في إيديه ويرميها، أو يقف جنب شجرة ويحطها جنب الشجرة. اهي ده المحترم يعني يعتبر. انما الباقي مش ممكن هياخد قشر المانجا وياخد بعضه ويمشي لغاية ما يوصل للصندوق. طب أبسط حاجة، هي طبعا غلطة من المهرجان برضك، مش عاملين صناديق قمامة صغيرة قريبة جنب الشجر مثلا، لأن الصناديق الكبيرة بعيدة شوية. واخدين بالكم؟ الغريبة بقى إن ناس يعني شيك جدا وكويسين جدا كانوا معانا في الرحلة، والناس اللي واقفة وبتشتري، بياخد المانجاية والله ما غسلها يا جماعة. يغسلها في مفيش مية، قشر وكل وارمي في الأرض، قشر وكل وارمي في الأرض. منهم بصوا الراجل بتاع الغزل البنات ده، كان معاه مانجا كل ورمى في الأرض تحتيه. أهو شايف بصوا زبالة ازاي. يعني أصلا الجنينة كانت نظيفة، الناس وسختها بعمايلها. قشر المانجا وبذر المانجا في الارض زي ما انتم شايفين. انا صورت لكم المنظر السيء ده، الحاجه الغير حضاريه. اللي لقيته بقى في مجموعه اجنبيه، حوالي 20 نفر قاعدين في الارض والله العظيم، كلوا مانجا. معاهم ازاز ميه، كسروا المانجا وكلوها وحطوها في ايديهم، وراحوا دوروا على صندوق الزباله ولموا شنطه كده وراحوا حاطينها في صندوق الزباله. كل ده لاحظته، بس اتكسفت ان انا اصورهم. يقول لك بتصورنا ليه ولا كده؟ ناس اجانب حوالي 20 فرد، ناس محترمه جدا، لمت قشر المانجا اللي في ايديها ومع بعضهم حطوه في شنطه وراحوا رموه في الزباله اللي هناك كبير. هوريك صندوق الزباله يا جماعه، مش جنب مش بعيد. يعتبر صندوق الزباله جنب الناس البياعين اللي بيبيع المانجا. اهو كل واحد عايز يشتري مانجا يروح شاري مانجا، هوب قاطع والله قدامنا، قاطع ولا غسيل ولا بتاع. اهي صناديق الزباله يا جماعه جنب الناس، اهي مش بعيده قوي. ادي صناديق الزباله الناس عاملاها، او هيئه قناه السويس عاملاها، اهي زي ما انتم شايفين، في الحديقه الكبيره اللي معمول فيها المهرجان.